السلام عليكم. بقالي كتير مش بطلع ولا بعمل فيديوهات، ده معناه ان انا مش بشتغل، لا بالعكس شغاله، بس صحتي متدهوره شويه كتير قوي. هخش في الموضوع على طول. امبارح قابلت شاب صديقي وطيب جدا وما شاء الله عليه جزاه الله خير. قال لي هبه الحقيني انا بدور عليكي، اعملي لي اطعام ضروري. فهو حب يعمل احسن حاجه وشاف ان احسن حاجه هي الارانب. قال لي طلعي لي ارانب ورز، 5 اطباق ارانب على 5 اسر، وكل اسره كيلو رز. واحد تاني اداني مبلغ وقال لي هبه طلعي لي كل يوم في ال10 بتاع ذو الحجه، طلعي لي كل يوم صدقه. فبدات كل يوم اطلع لكل 5 6 اسر، كل اسره 200 جنيه مثلا. كل اسره 3 اطباق فراخ. الاسره اللي هتبقى ظروفها وحشه بديها بال 200 جنيه فراخ، وهكذا عشان اكمل لحد العيد. حاجة تانية كمان، الست اللي جوزها عامل قلب مفتوح واللي هو يعني مريض قلب والدكتور منعه من الشغل، بفضل الله وكرمه توفيق من عند ربنا، يعني الحمد لله يا رب. انا مجرد ما كتبت الحالة ظروفها كذا 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 ومش هينفع يشتغل او هيبقى شغله بسيط، جاله مبلغ كبير كبير بجد. فبقيت اقسم لها الفلوس كل اسبوع مثلا 500، كل 10 ايام 500، بجيب العلاج ب 1000 وشويه. فمحتاجه خلاط، جبت لها خلاط اهو جديد والله لانج. وهكذا يعني هتبقى ايدينا في ايديها فتره طويله ان شاء الله يعني. في حاجه العلاج. طبعا العلاج انا بحتاس فيه كل شهر بطريقه وحشه قوي قوي. بجيب العلاج بحوالي مثلا 4000 5000 في الشهر. فبصراحه بحتاس فيه، فبضطر بقى ان انا ابقى بدي حاله عن حاله، مسنه عن مسنه. فبفضل الله وكرمه طنط جزاها الله خير بعتت لي برده مبلغ كبير، جبت منه جميع العلاج. يعني مفيش حاله الا ما جبت لها العلاج بتاعها، والمسنين والرجاله الكبار وكله بصراحه. كمان شغاله على البامبرز اهو. فالاسر برضو بجيب لها المسنين البامبرز. وكمان وصل بقى هدوم كتير للناس، وبيتي مفتوح للمتبرعين اللي عايزه تجيب حاجه تجيبها. هنا بنضفها وهنا بفرزها، والحلو بقسمه على الحالات وهكذا، والمش مناسب ما بطلعهوش سواء من احذيه او من هدوم. وفي كمان مكان في عزبة سكينة بودي فيه الهدوم اللي هي ما لهاش حد، او اللي احجامها كبيره او اللي احجامها صغيره، يعني على حسب. اللي مش محتاجه بوديها جمعيه وهكذا. وشغال على الاطعام بفضل الله وكرمه. صحيح الفكره بتاعت رمضان انا لسه شغال عليها، بتاعت عيد الاضحى. الفكره بتاعت عيد الاضحى انا اتلخبطت وقلت رمضان. الفكره بتاعت عيد الاضحى اللي هي كل اسره هتاخد 200 جنيه. يعني ربنا حرمني من الذبح لتاني سنه للاسف. بس ده مش معناه ان انا مش هكمل، لا انا هكمل يعني، بس هكمل على طريقتي. هم 22000 جنيه ان شاء الله يتوزعوا على ال 110 اسره، وان شاء الله ربنا يكرم. وعلى فكره اللي مش هتاخد فلوس، ايديا في ايديها من حاجات تانية، في حاجات تانية. وصحابي بيتصلوا بيا اللي ما خدتش مني حاجه ببعتها لهم. والجمعيات اصحابي بتوع الجمعيات اللي لو في مثلا كام واحده ما خدوش ببعتهم الجمعيات وهكذا. يعني ربنا بيبعت لكل واحد رزقه بصراحه.